الفيديو ده علشان نبدأ نشرح طريقة الاشتراك بعضوية معهد ال IMA. كان في ناس كتير على الجروبس بتاعتنا بدأت تطلب خطوات الاشتراك بمعهد ال IMA المصدر لشهادة CMA. طبعا قبل ما أخش أعمل عضوية أو membership في معهد ال IMA وقبل ما أدفع فلوس، في نقطة مهمة جدا بتبقى غايبة عن ناس كتير. النقطة دي إن في هاند بوك موجود اوريدي على الموقع بتاع المعهد في كل الأجوبة على كافة الأسئلة الإدارية المرتبطة بالامتحان ومواعيد الامتحان والريفند بتاع الفلوس والأوراق المطلوبة والخبرات المطلوبة والكلام ده كله. مبدئيا كده الويب سايت بتاع المعهد هو ال IMA.net.org. بنكتب www.imanet.org. بيفتح لي الصفحة اللي موجودة قدام حضراتكم دي. بخش على CMA Certification واختار Taking the Exam. بيفتح لي الصفحة دي. ببص هنا بلاقي الهاند بوك بتاع المعهد ده، مجرد ان انا اضغط عليه بيعمل على طول داونلود لوحده اوتوماتيك للهاند بوك. طيب طبعا في CSO اللي هي تفاصيل عناوين المنهج بتاعنا، وفي ال LOS اللي هي تفاصيل العناوين ديت، ايه اللي هدرسه تحت كل عنوان. انا اللي يخصني دلوقتي هنا هو الهاند بوك. لو جينا نفتح الهاند بوك ونبص عليه بلاقي ان ده شكل الهاند بوك اللي احنا لسه عاملين له داونلود، وده تاريخه 2017 زي ما احنا شايفين من على موقع المعهد بتاع الاي ام اي نفسه. هلاقي ردود على الاديوكيشن ريكويرمنتس اللي الناس دايما بتسأل عليها. انا دارس ايه، لمدة قد ايه، مطلوب مني اثبت الكلام ده ازاي. الاكسبيرينس ريكويرمنتس مطلوب مني خبرة قد ايه، اثبت الخبرة دي ازاي. السي ام اي اكزامينيشن الامتحان بتاعي بارت 2 بارت 1 عبارة عن ايه، كام ساعة، كام مالتيبل تشويس كويستشن وكام اساي كويستشن وهكذا. البرفورمانس ريبورت اللي هو بيجي لي بعد النتيجة ما بتظهر. السي اس او لبارت 1 العناوين الرئيسية للمنهج، وبارت 2 كذلك. suggested reading list ايه المراجع اللي ممكن ارجع اقراها، بلوشر وهورنجرين وكيسو والناس دي كلها. بعد كده بيتكلم في بعض الريشيوز، حاطط لي شويه ريشيوز دي اصلا معظمها موجود في بارت 2. الاكزام تيست تيكينج استراتيجيز، حتى بيحكي لك هنا ايه الاستراتيجيز اللي انت محتاج تكونسيدر قبل ما تخش الامتحان. يعني هحل الاسئله السهله الاول واسيب الصعبه في الاخر واعمل لها ماركينج والكلام ده كله. يعني شوف ادق التفاصيل، وفي ناس كتيره بتسال على الكلام ده. الكانديديت ريسورسز، انت النهارده لما تبقى عضو في المعهد هيوفر لك ايه بالعضويه دي؟ هيفتح لك مثلا فورums انك تتكلم مع ناس من اللوكال اريا بتاعتك، انك تبدا تدرس مع ناس حواليك، الكلام ده كله. كل ده لما تقروه طبعا بالتفصيل، انا بس بدي فكره عامه عن العناوين الرئيسيه اللي موجوده هنا. بعد كده بيديني صوره لشكل الاسئله اللي بتجيلي في الامتحان. الفورمه بيبقى شكلها عامل ازاي، عشان يبقى انا حتى نفسيا داخل وانا مؤهل وعارف الشاشه اللي هيجيلي شكلها عامل ازاي. بيقول لي التغيرات اللي بتحصل في الجاب او الايفرس، هو كمعهد الاي ام اي بيطبقها ازاي في شهاده سي ام اي. فهو بيقول مثلا انه بيطبق التغيرات اللي بتحصل على الجاب او الايفرس كستاندردز يعني او كمعايير المحاسبه بعد سنه من تطبيقها الفعلي او من تطبيقها العملي. الاكزامينيشن ادمنستريشن، وازاي تخش تشترك في البيرومتريك، وازاي تحدد ميعاد الامتحان بتاعك، ازاي تحدد السكادول بتاعك، ازاي تعمل ريسكادولينج لو حبيت تغير الميعاد، ازاي تكنسل لو حبيت تكنسل الميعاد من اساسه. كل دي اسئله بتقابلني كتير جدا في صفحات الفيسبوك وفي الجروبس اللي موجوده وكلنا بنتفاعل عليها، وهي الحلول والردود اوريدي موجوده قدامنا بشكل فعلي وبشكل رسمي. وكمان لو انا النهارده في معلومه في الهاند بوك ده ما فهمتهاش بشكل كويس، اقدر ان انا ابعت لهم ايميل. الناس دي متعاونه جدا ومفيش ايميل بيجي لهم ما بيردوش عليه. بدل ما اروح اسال حد تاني هو ممكن يكون طالب زيه وبيجتهد مشكورا وبيحاول يساعدني وبيحاول يديني معلومه، بس لربما المعلومه اللي هو بيديها لي ما تنطبقش على الظروف بتاعتي، لربما الكيسه اللي هو مر بيها قبل كده ما تنطبقش على الظروف بتاعتي. فاسلم حل ان انا اخد، خصوصا بالنسبه للحاجات الاداريه دي، لان دي مش حاجات تعليميه او فنيه في التعليم، دي حاجات اداريه. اسلم حاجه ان انا اخد الرد مباشره من الناس بتاعه المعهد نفسه. يجي يكلمني عن الريفاند بوليسي، لو حبيت اصلا اعمل ريفاند للفلوس بتاعتي الكلام ده بيتم ازاي. الايدنتيفيكيشن ريكويرمنتس، هروح الامتحان معايا باسبور
ولا بطاقه شخصيه ولا رخصه سواقه ولا ايه؟ الكالكوليتر، حتى الناس بتسال على الكالكوليتر، هنا بيديك مواصفات الكالكوليتر الصح اللي حضرتك تخش بيه. وانا شخصيا من خبرتي يعني قبل كده لما رحت بارت 2، يمكن امتحان بارت 2، نسيت الكالكوليتر اصلا بتاعي والناس جابوا لي كالكوليتر. موضوع سهل وبسيط يعني. يعني الناس ما تضغطش نفسها في الحاجات الصغيره الفرعيه دي. يكون تركيزنا اكبر طبعا في المنهج بتاعنا، في التعليم بتاعنا، ان اتعلم حاجه صح. ولكن الحاجات الاداريه موجود اوريدي الردود بتاعها زي ما قلنا في الهاند بوك، واقدر ابعت ايميل في اي وقت واسال على اي حاجه. طبعا بقيت البيانات، ولكن هي معظم الاسئله طبعا اللي واجهتني هي موضوع انا هروح الامتحان معايا ايه الاديوكيشن ريكويرمنتس المطلوبه مني، ايه الاكسبيرينس ريكويرمنتس المطلوبه مني. الكلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم ده موجود ببلاش مجانا، اي حد عضو او غير عضو يقدر يعمل له داونلود من على ima.net.org. طيب نيجي ازاي بقى اقدر اشترك في المعهد؟ انا عملت سلايدز لكيفيه الاشتراك في المعهد علشان ما احتاجش ان انا اعمل براوزنج قدام حضراتكم ونضيع وقت في الكتابه وفي البراوزنج وفي الكلام ده كله من مرحله للتانيه. الموضوع هيبقى سهل وبسيط وسريع، وان شاء الله برضو لو في اي لخبطه ممكن نراجع الخطوات مع الفيديو تاني، هنلاقي ان الموضوع ابسط من البساطه. طيب واحنا دلوقتي بنتكلم عن التسجيل للعضويه فقط. عنوان الويب سايت بتاع المعهد هو www.ima.net.org. طيب بيفتح لي الصفحه الرئيسيه بتاعتهم اللي هي بالشكل ده. بيكون تركيزي على الجزء اللي في النص هنا اللي هنقرب عليه دلوقتي، وببدا اختار ساين اب توداي اللي هي موجوده قدام حضراتكم. طيب يقوم فاتح لي الصفحه الطويله اللي بالشكل ده. بركز على الجزئيه اللي في النص هنا join the IMA family، وبختار الزرار بتاع learn more زي ما احنا شايفين join the IMA family، واختار learn more. يبدأ بقى يدخلني على الصفحة دي ونشوف الحتة اللي بتحير الناس كلها. الناس بتبص على موضوع الستودنت تلاقيه ب$39، والبروفيشنال تلاقيه ب$245. طبعا هو بيتخيل ان الفرق كبير جدا، وان هو لو اختار ستودنت هيوفر، فلو حتى مش ستودنت عايز يبقى ستودنت عشان يدفع $39. بس حضرتك الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان من ضمن الريكويرمنتس بتاعت المعهد اللي اتكلمنا عليها في الهاند بوك بتاعهم بتقول ان حضرتك مطلوب منك يبقى عندك 2 خبره. فبالتالي انت النهارده لو دخلت وبتعترف للمعهد بنفسك ان انت راجل ستودنت، يبقى معنى كده ان 2 الخبره دول مش موجودين. فهتضطر تدفع سنه ستودنت ب$39، وتدفع عضويه اول سنه خبره $245، وتدفع عضويه تاني سنه خبره $245 عشان تثبت انت جبت الخبره منين. فبالتالي بتضطر تدفع مبلغ ما يعادل قيمه اجمالي $39 زائد $245 زائد $245، اكتر بكتير من تكلفة ان انت كان ممكن تخش تاخد الشهادة في سنة واحدة بس وتدفع $245 مرة واحدة بس. طيب ازاي اخد الشهادة في سنة واحدة؟ بننصح الناس محدش يخش يسجل على المعهد ويدفع الممبرشيب الا لما يكون قضى 6 أو 7 شهور بيدرس بارت من البارتين بتوع الCMA. انا خلاص النهاردة حاسس ان انا اقدر اخش الامتحان، اقوم رايح دافع الممبرشيب، يبقى انا استفدت من 7-8 شهور فاتوا اللي انا ذاكرت فيهم بارت بحلو، سواء اذا كان بارت 1 او بارت 2. الترتيب في المعهد مش بيفرق معاهم. تمام، يبقى انا بقول للناس حتى لو ستودنت انسى الستودنت ممبرشيب وخش على البروفيشنال ممبرشيب بشكل مباشر. لو حبينا نبص على باقي الاوبشنز اللي موجوده عندنا، اليانج بروفيشنال ملناش فيها، دي بتخص الناس بتاعت امريكا وكندا والمكسيك، يبقى خلاص دي برانا. الفاكولتي ممبر شيب ده بيتكلم عن ناس فول تايم فاكولتي ممبرشيب، اذا كنت معيد او دكتور في جامعه معينه وتقدر تثبت الكلام ده. وطبعا الستودنت ممبرشيب فور 2 years دي مصيبه تانية اكتر من المصيبه الاولانيه. طيب يبقى احنا تركيزنا اساسا هنخش نقرب على الشاشه بتاعه البروفيشنال ممبرشيب، وابدا اختار اللي هي غالبا بتبقى $245، وابدا اقول له جوين. يقوم مطلعني على الشاشه اللي قدامنا دي. اقول له لا طبعا انا مش existing user زي ما هو مكتوب هنا، انا new user، وابدا اختار register now. طيب الريجستر ناو يبدا يدخلني على الريجستريشن داتا بتاعتي. ابدا بقى ايه اكتب اسمي، وابدا ادخل بيانات بتاعتي، عنواني، بلدي، الكلام ده كله. نيجي للمعضله التانية اللي بتحير ناس كتيره، موضوع الاسم. اكتب الاسم زي ايه بالظبط بالانجليزي؟ افضل حاجه لحضراتكم انك تكتب الاسم حسب الباسبور بالانجليزي. ليه؟ لسببين. اول سبب، النهارده هتروح مكان الامتحان غالبا هتقدم الباسبور بتاعك،
في اسمك بالانجليزي يكون مطابق للايميل اللي هبعته لك بارومتريك، اللي هو الاسم اللي حضرتك بتدخله هنا دلوقتي. تمام. تاني حاجه، لما الشهاده هتصدر بالاسم ده، فبالتالي تقدر حضرتك بعد كده في اي شغل جديد او في شغلك حتى تثبت ان الشهاده دي تخصك انت، نفس الشخص الحامل الباسبور الفلاني اللي هو حامل الشهاده بنفس الاسم. طيب، يبقى الاسم هنا بينفعني في حاجتين: وقت دخول الامتحان والحصول على الشهاده. طيب، حصل مشكله وكتبت الاسم غلط، مفيش اي مشكله خالص، ببعت برضو ايميل للمعهد. الناس زي ما قلنا في منتهى التعاون، ومفيش ايميل بيروح لهم ما بيردوش عليه، مفيش ايميل بيروح لهم ما بيشتغلوش عليه. ببعت ايميل للمعهد اقول لهم: يا جماعه انا الباسبور بتاعي اسمه كذا، رقم العضويه بتاعتي كذا، وكنت دخلت اسمي بالشكل غلط، ممكن حضراتكم تعدلوه حسب الاسم اللي موجود في الباسبور قدامكم. وهم بينفذوا الكلام ده وبيبعت لك كونفirmation بالكلام ده، وتخش باليوزر نيم بعد كده ان شاء الله لما تبقى عضو في المعهد تلاقي ان الاسم اتغير لوحده. فالموضوع الاسم ده ما فيهوش مشاكل خالص. كل النصيحه اللي تخصه يا ريت يتكتب زي الباسبور. طيب، طبعا في الايميل بتاع حضراتكم لازم يتكتب ايميل فاليد عشان هيجي لك عليه ايميلات من المعهد وكونفirmations وسامري بالبيمنت بتاعك والكلام ده كله. الباسورد طبعا تتكتب في ورقه جانبيه او في اجنده او في نوته، في حاجه ما تضيعش يعني، حتى على موبايل مش هتفرق. المهم ان انا ما انساش الباسورد عشان الدنيا ما تتوهش مني. وابدا اقول له ريجستر. طيب، دي تطلعني على الشابتر بتاعي. اقرب حاجه ليا ايه؟ كايرو، اسكندريه، دبي، ابو ظبي، ايا كانت المدينه اللي موجود فيها شابتر للاي ام اي، فرع يعني من فروعهم. وابدا اقول له كونتينيو. طيب، كونتينيو تطلعني على الايثيكال بروفيشنال براكتس اللي تخص المعهد. كل المطلوب مني اقول له اي اجري اللي موجوده هنا، اعمل تشيك على التشيك بوكس ده واقول له نيكست. ده يطلعني على الفيلوني تشارجز، يعني اللي هي اي قضيه جنائيه او حكم جنائي او الكلام ده كله. طبعا ان شاء الله كلنا ما فيش حاجه، فببدا اكتب نو، اختار نو واقول له فينش. طيب، بمجرد ما بعمل الفينش بتاعي يبدا يدخلني على الشوبينج كارت. بكون هنا اخترت ايه؟ اللي هي البروفيشنال ممبرشيب زي ما قلنا. وبعمل برضو تشيك على التشيك بوكس ده ان انا قريت فعلا الاسكال بروفيشنال براكتس، وابدا اقول له اعمل تشيك اوت للشوبينج كارت بتاعتي. طيب، ده يطلعني على الشاشه اللي قدامنا كونفirmation تاني او ستيتمنت ان اجمالي المبلغ المفروض ادفعه هنا ال $245. طيب، في خصم مصريين 50%، ادخل الكود بتاعه هنا في حته البروموشنال كود. في ثانكس جيفن وعاملين 30% للعالم كله، ابدا ادخل الكود بتاع الديسكاونت هنا. مجرد ما ادخل الكود بتاع الديسكاونت هيبدا يغير لي القيمه اللي موجوده تحت في التوتال اماونت هنا. وبعدين ابدا ادخله، بعد ما دخلت الكود ابدا ادخله بيانات الكريدت كارد بتاعي. طبعا هنا حته ان انت تشتغل كريدت كارد، ديبت كارد، فيزا، ماستر، الكلام ده كله، كل الكلام ده لا يعني معهد في شيء. كل الفكره ان حضرتك بترجع للبنك بتاعك. حضرتك بترجع للبنك بتاعك، هو اللي بيقول لك سواء اذا كانت فيزا او ماستر او ديبت او كريدت شغاله اونلاين ولا لا، ويقول لك ايه البديل. لو الكارت اللي مع حضرتك ده مش شغال اونلاين، هو بيقول لك ايه البديل وبتقدم عليه وتبدا تتفاعل وتمشي معاه. مفيش داعي يا جماعه ان احنا نستعمل كروت من حد تاني. ليه؟ في كيسز حصلت قبل كده ان ناس بتدفع لناس ويرجع يعمل ريفند بعد ما بياخد فلوسه منك، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لان اسم الشخص اللي موجود على الكارت مش مطابق لاسم العضو اللي موجود في المعهد. فبالتالي البنك بتاعه لما بيطلب يعمل ريفند، المعهد ما يقدرش يعترض. فحضرتك بتكون دفعت له والمعهد يلغي لك العضوية وعنده المستندات اللي تثبت الكلام ده. يا ريت تاني، موضوع كريدت، ديبت، فيزا، ماستر، ده شأن المعهد ما يقدرش يحدده وما يقبلوش او يرفضه. اللي بيقبل او يرفض هو بنك حضرتك. حضرتك بترجع لبنكك وتسأله الفيزا او الكارت اللي معايا ده شغال اونلاين ولا لا. مش شغال اونلاين، البنك كده كده بيكون عنده بدائل تانية للبيمنتس اونلاين، حضرتك بتقدم عليها ويفضل انها تبقى باسمك وتسدد بنفسك في بنكك، وتروح تمسك الكارت ده تسدد بيه في المعهد حسب الخطوات اللي احنا قلناها في التسجيل بعضوية المعهد. طيب، مجرد ما حصلت البيمنت يبدأ على طول كده يقول لك مبروك، حضرتك يطلع لك اوردر سامري في تفاصيل البيمنتس اللي انت دفعتها والعضوية بتاعتك اتسددت يوم كام وقدامك لحد يوم كام، اللي هي غالبا طبعا العضوية بتبقى سنة وبتسدد كل سنة.
ويبدأ يبعت لك برضو ويلكم ايميل على الايميل اللي قلت لحضراتكم مهم انه يكون ايميل فعال وشغال. طيب بكده وبكل الخطوات دي، خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا، بيكون حضرتك اصبحت ممبر في معهد الاي ام اي. وان شاء الله هنحاول نعمل فيديو تاني برضو ببرزنتيشن زي دي نشرح فيه ان شاء الله ازاي نبدأ نسجل في السيستم بتاع السي ام اي نفسه، وازاي نقدر ندفع الشهادة. احنا عندنا 3 حاجات بيدفعوا: ممبرشيب مرة كل سنة اللي احنا لسه شرحناها دلوقتي، وفي التسجيل بسيستم الشهادة ده مرة معاك منها 3 سنين، لازم تسجل في اي بارت من بارتين خلال اول سنة فيهم. يبقى التسجيل بالشهادة مرة واحدة خلال 3 سنين تكون مخلص البارتين، واول سنة فيهم تكون مقدم على الاقل، اول سنة فيهم تكون مقدم على امتحان بارت من بارتين. وبعدين بتدفع الحاجة التالتة، بتدفع رسوم البارت الاول ورسوم البارت التاني، كل واحد في ميعاده. طبعا المبالغ قد تبدو كبيرة، بس مش لازم ندفع الكلام ده كله مرة واحدة. ممكن الشهر ده انا جاهز اخش امتحان بس محتاج شهر راجع ادفع العضوية، الشهر الجاي او مدافع رسوم التسجيل ودخول امتحان بارت من البارتين. هشتغل 6-7 شهور 8 شهور حسب مقدرة كل واحد، وابدأ ادفع للبارت التاني. وان شاء الله بالتوفيق للجميع بإذن الله، وكل الناس تنجح يا رب وتحققوا اللي تتمنوه. وشكرا.